السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير عليكم جميعا. إن شاء الله هنتكلم النهاردة على مباراة النادي الأهلي إن شاء الله يوم الجمعة مع فاركو الساعة 9 مساء. نتمنى إن شاء الله الأهلي يفوز وريبيرو يغير من فكره شوية، وبرضه في لعيبة بسبب الماتش اللي فات احنا تعادلناه لعيبة مش موجودة. واحد زي ديانج لازم يكون موجود في الملعب، لعيب قوي سريع، عنده بعض الحلول بيباصي كويس، ممكن برضه رجليه كويسه على المرمى، ممكن يلعب. بن شرقي لازم يكون ليه دور من الاول خالص، للاعب مهاري واحد على واحد بيعدي، لان كل الفرق بعد كده هتلعبك بنفس التكتل الدفاعي كده، كلهم العشرة تحت الكوره. انت لازم تلعب على الاطراف اكتر، مش لازم تلعب من العمق لان هم قافلين العمق. حاول تشوط اكتر. بيرشوت برضو قوي سريع، عاوز نفس القصه كده، عاوز حلول فرديه سريعه. برضو ما يكونش فيها انانيه، برضو لو في فرصه لعيب يكون جنبه يبصي له لازم يلعب كده. هو بيحب يلعب الاطراف طايره. التركيز اكتر، ممكن نلعب بثلاثه قلب دفاع ما دام احنا عندنا مشكله في العرضيات، اي عرضيه بتخش فينا جون. لازم نصلح الموضوع ده كله ان شاء الله. مستنيين ان شاء الله الماتش اللي جاي الاهلي يكون كسبان فاركو. لازم اللعيبه تكون موجوده في الملعب، طريقه اللعب تتغير، يبقى اللعيبه عندهم برضو بعض اللمسات الفنيه، يشوطوا من بره كتير جدا عشان نقدر نفك التكتلات الدفاعيه دي. شكرا.